عمليا هناك إخلال في بنود الاتفاق أو في كثير من الأحيان تأخير ربما تحت عناوين معينة. هنا أسأل سيد محمد الأخرس، المقاومة كيف ستتعامل، حماس كيف ستتعامل مع هذا الواقع الذي يفرضه بنيامين نتنياهو مرة تلو الأخرى؟ يعني في الحقيقة أن المقاومة الفلسطينية تدرك جيدا طبيعة هذه الألاعيب وهذه المحاولات التي يقوم بها نتنياهو ليظهر فيها بمظهر الرجل القوي أو الذي يستطيع أن يملي الأجندة الإعلامية والسياسية في داخل دولة الاحتلال. لكن ما يهم المقاومة وما تسعى له المقاومة عبر كل الأدوات التي هي في يدها، سواء كانت أدوات إعلامية أو أدوات أو أوراق قوة مثل ورقة الأسرى وحتى وجودها على الأرض، هي أن تثبت لنتنياهو وللمجتمع الإسرائيلي بأنه لا يوجد مكسب سياسي ولا رصيد انتخابي يمكن أن يأخذوه من العودة للحرب في قطاع غزة. ولذلك هي تكثف من الرسائل السياسية التي تأتي من قطاع غزة لتقول للجمهور الإسرائيلي بأن العودة إلى الحرب أو أن الركون إلى دعاية نتنياهو وسرديته حول النصر المطلق هي تؤدي إلى جحيم مطلق وليس نصر مطلق. وحالة هؤلاء الأسرى الذين ترونهم اليوم بأعينكم، سواء عائلة بيباس أو عائلة عبيد وأي الأسماء الأخرى الإسرائيليين الذي قتلوا، هو هذا أكبر مثال يؤكد على فشل الرهان الإسرائيلي، على فشل المستوى السياسي والمستوى العسكري. يعني نحن حينما نتحدث عن عائلة بيباس هي قتلت نتيجة رهانات عسكرية وسياسية وليس فقط رهان نتنياهو. عفوا، ولكن سؤالي فقط يعني للاستفادة من الوقت سيد محمد، السؤال له علاقة بالمكاسب التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يحصلها من خلال هذه المناورات. وهل يعني سؤالي هو، هل المقاومة مستعدة لإعطائه بعض المكاسب حفاظا على الاتفاق أو للشروع في المرحلة الثانية؟ بظني أن المقاومة الفلسطينية فعلت أكثر مما هو مطلوب منها حينما دمجت يعني اليوم حينما دمجت المرحلتين السابعة والثامنة من الأسرى وقامت بالإفراج عن 6 أسرى مرة واحدة. وهذا الأمر يعني كان بادرة حسن النية من المقاومة الفلسطينية وكان مرونة وإيجابية. ولكن شاهدنا أو نشاهد حاليا كيف أن نتنياهو يتعامل مع المرونة التي تبديها المقاومة الفلسطينية. هو إلى حد الآن لم يفرج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان ينبغي الإفراج عنهم منذ ساعات الظهيرة. لذلك اليوم المقاومة الفلسطينية أنضجت ظروف سياسية وظروف ميدانية تعينها على الذهاب إلى مفاوضات المرحلة الثانية. المرحلة الإنسانية التي جرى إقرارها وتنفيذها خلال الفترة الماضية هي كانت تقوم بجوهرها على إبداء حسن النية ونزع وسحب الذرائع من نتنياهو. لكن ظني بأن المرحلة الثانية ستكون أكثر صعوبة، والمقاومة الفلسطينية قد لا تبدي نفس المرونة هذه التي أبدتها خلال الفترة الماضية، لأن ما يتبقى في يد المقاومة من الأسرى هو عدد قليل، وهذا العدد القليل ستستثمره المقاومة بالصورة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف السياسية لإنهاء الحرب وإعادة وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وليس تمديد المرحلة الأولى.